البنات قالت لي بوسي راس الجندي من الجنود مال الحشد الشعبي، وبوسي التراب اللي تلوثت ما شهداه، فاتمنى اني مثل اختكم اجي ابوس راسك واوصل لها الصوره انه تشوفوا شلون عايشين هذه العيشه اللي انتم هسه انتم بيها، واحنا عايشين بخير وسلام وامان ببغداد وبقيه المحافظات، وانتم يعني تقدموا تضحيات ما ممكن اني مع الاسف يعني رغم احنا ايش قد ما احنا بدنا نطلع، احنا نقول لكم احنا تيار مدني، احنا مدنيين نطلع اعتبرونا صوتكم ببغداد، نطالب بمحاكمة الفاسدين، نطالب بالحرامية اللي يصعدون على اكتافكم، زين اللي تقدمون دماء وانتم يصعدون على اكتافكم، ومع ذلك هم كنا نحس اللي انتم تحسوا، بس هسه اللي نشوفه شيء بعد اشنع من اللي ممكن احنا نتصوره. هو ذلك الجميل الرشيق الجميل، هو العراق حبيبي، هو العراق حبيبي. التراب شالت دمايه والله، الاعلام مغيب اللي دا يصير، يمكن كنا نعيش ابهاتنا عاشوا حروب او كذا، او انه الايام النظام يسمع جرايم، بس اللي دا نشوفه هسه لا غير، لا شيء شنيع اللي دا نعيشه يعني، مع الاسف صرنا احنا 13 سنه وتالي هذا وضعنا نوصل الشباب، هذا الشباب كله يروح هدر يعني. اعتبرونا احنا صوتكم، احنا اخواتكم، احنا احنا جينا باللي نقدر، حملة التبرعات باللي نقدر عليه، لو عندنا اكثر كان نعطيكم اياه والله، بس هذا اللي قدرنا له، واعتبرونا مو هذه الحملة الوحيدة، حملة مستمرة الى ان تنتصرون وترجعون سالمين غانمين لاهلكم، زين والعوائلكم واطفالكم، زين، ويوم اللي نحتفل ببغداد كلنا بعد نصر هذا، ونخلص من جنس داعش، زين، ومن كل سافل وساقط مع هذا البلد. بارك الله فيك. بطال الحشد يسوى كل الحرامية، 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 بطال الحشد يسوى كل الحرامية. بارك الله.